السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هشام عماد. وانا بفر في الفيسبوك لقيت اسئلة كتيرة جدا بتتسأل عن التوحد. حبيت في الفيديو ده ان انا اجاوب عليها. اول حاجة، ايه هو التوحد؟ الدي اس ام 5 قال لنا ان التوحد هو اضطراب نمائي عصبي بيأثر على 3 حاجات في التفاعل الاجتماعي والتواصل الاجتماعي، بالاضافة لانماط سلوكية متكررة. تاني سؤال، يعني هو اللي عنده توحد ده ما بيعرفش يتكلم؟ لا، هو بيعرف يتكلم كويس وممكن يتكلم احسن مننا، بس هو بيواجه مشكلة في ان هو يفهم الاشارات والايماءات، يفهم تعبير الوش، ويفهم ان هو لما يلاقي اللي قدامه مكشر فهو متضايق، لما يلاقي اللي قدامه بيعيط فهو حزين. بيواجه مشكلة في ان هو مش قادر يعبر، هو مش قادر يطلع الشعور اللي هو حاسس بيه حاليا، مش قادر يوصفه بالشكل المناسب، فبالتالي ممكن يتعصب، ممكن يعض، ممكن يضرب، ممكن يجيله نوبات غضب علشان هو مش قادر ان هو يعبر عن الحاجة دي بالشكل المناسب. ثالث سؤال، ايه هي اعراض اضطراب طيف التوحد؟ المختصر المفيد، العرض الشائع هو عدم النظر في العينين، يعني مش بيبص لك وانت بتتكلم، مش بيبص لك وهو ممكن بيحكي لك عن حاجة بالنسبة له هو مهمة، بس مش بيبص لك. انت ممكن تحس ان هو مش مهتم، لكن في الواقع هو مش واخد باله ان هو لازم يبص لك. زائد ان هو بيبقى عنده تكرارية وعنده روتين، لو حصل تغيير بسيط جدا في الروتين بتاعه بتحصل مشكلة، وممكن يتعصب وممكن يعمل حاجات كتيرة، بالرغم ان ممكن اللي انت عملته ده ممكن يكون تافه او بسيط. وبالاضافة ان هو بيبقى عنده حساسية زيادة من الصوت والضوء. يعني ايه يعني ممكن لو هو ماشي وسمع صوت عالي مرة واحدة تلاقيه حط ايده على ودنه، وتلاقيه مرة واحدة اتوتر كده وما بقتش قادر ان انت تحكمه. وبالاضافة ان هو ممكن لو في مكان فيه اضاءة عالية، او مكان مثلا في لون اصفر، في لون احمر، في لون من الالوان القويه، ممكن تلاقيه مش قادر ان هو يدخل المكان ده، او مش قادر ان هو يقعد في المكان ده. وده لان هو استجابته للمؤثرات دي تبقى زياده شويه عن الاستجابه بتاعتنا احنا. رابع سؤال، ايه هي اسباب اضطراب طيف التوحد؟ مفيش سبب محدد لانتشار الاضطراب ده، بس هو الاسباب الشائعه بسبب الوراثه او البيئه. في توحد بيجي عن طريق الوراثه، وفي توحد بيجي عن طريق البيئه. الوراثه يعني في تاريخ مرضي للعيله، يعني في حد جاله توحد قبل كده، ففي احتماليه ان الطفل الجديد ممكن يجيله توحد، والله اعلم. في من البيئه، بس طبعا التوحد اللي بيجي بسبب البيئة بيبقى يعني نسبته بسيطة جدا، مش بيبقى منتشر قوي، لأن التوحد اللي بيبقى ظاهر دايما بيبقى بسبب الوراثة. خامس سؤال، هل التوحد له علاج؟ التوحد ملهوش علاج، بس احنا بنشتغل عن طريق الجلسات في ان احنا نقلل من قوة الاضطراب، لان احنا مش بنشتغل على مرض، احنا بنشتغل على اضطراب. ولازم نفرق كويس ما بين كلمة مرض وما بين كلمة اضطراب. مرض يعني حاجة في العضو ذات نفسه، اضطراب يعني حاجة في الوظيفة اللي بيؤديها العضو، يعني العضو سليم، فاحنا بالتالي مش بنشتغل على حاجة بنديلها دواء فبالتالي بتنتهي. لا، احنا بنشتغل بجلسات، بنشوف الوظيفة اللي فيها المشكلة، وبالتالي بنبدأ ان احنا نحلها. اتمنى يا رب يكون الفيديو ده مفيد بالنسبة لكم، وخلي بالكم على عيالكم. عيالكم امانة لازم نحافظ عليها. بالشفا.